السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم لينا. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، دائما مع الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية. اليوم اقترحت معكم هادم لي سوفلي اللي راهم دايرين حالة. هذا اللي سوفلي يجوا فارغين من الداخل وخفاف، يجوا ما شاء الله كما راكم تشوفوا. يعني الصورة راهي تعبر على نفسها. يعني كنت حضرتهم في رمضان، وكانت يعني جابت نسبة مشاهدة لا بأس بها. هادو ملي سوفلي يجوا كما قلت فارغين من الداخل، يعني انديري راهم مقليين وهما فقط في الكوشه. تبعوا معايا الوصفه. عندي هنا كاس حليب يكون دافي، رايحه نضيف له كاس ماء دافي ايضا، رايحه نضيف هنايا ملعقه كبيره خميره فوريه ولا خميره الخبز، عندي ملعقه سكر. رايحة نخلط المقادير ونخليها تقريبا دقيقتين إلى 3 دقائق حتى تدفع لنا الخميرة. هادوم لي سوفلي ملاح، خاصة اللي ما يحبوش يعني هذوك لي سوفلي اللي يكونوا معجنين، هادوم يجوا بزاف هايلين. بعد ما تفعلتنا الخميرة رايحة نضيف ربع كاس زيت، يعني ربع فقط. هاني مديت لكم المقادير مضبوطة جدا. رايحه نضيف له 2 ملاعق صغار تاع لاتاي تاع الملح. نخلط بهذا الشكل. بعدها نبدا نضيف الفرينه. انا الفرينه دات لي تقريبا 4 كيسان فرينه، يعني كل واحد والفرينه نتاعو. هنا ما لازمش يعني نيبسوها ولا نخلوها جاريه، نطموها فقط بهذا الشكل. هاي ليك بعد ما طمت لي رايحه نجمعها، ولازم تكون تتلاصق في اليد بهذا الشكل. بعدها عندي هنا مغرف تاع الزبدة أو مارغرين، رايحة ندخلها مليح في العجينة ونطم العجينة نتاعي. هكذا نطمها، يعني ماشي ندلكها، نطمها فقط. بعد ما ليمتها رايحة نغطيها بالسيلوفان ونخليها حتى تضاعف الحجم نتاعها. بعد ما خمرت وضاعفت الحجم نتاعها، هاوليك الشكل نتاعها. رايحة نهبط لها الخمور بهذا الشكل. الآن نجيب سنيوة ونبدأ نقطع بولات، يعني حسب الحجم اللي حبيتيها. يعني حبة تاع السوفلي كيفاش تكون، كبيرة ولا صغيرة، يعني انتي اللي تتحكمي في حجم الحبة. وبالنسبة للحشوة دوك نحكو عليها، يعني بالنسبة للحشوة كل واحد ومقدوره. هنايا استعملتها فقط التكتوكة، عندي معدنوس وزيتون دينوايوتي وجبن مبشور. هذا مكان وجات بنينة عسل. الآن بنستعين بالفرينة لأنه مازالها تلصق. رايحة نفتحها رقيقة. هنا لازم ترقوها مليح حتى يبان بلون دو طرافاي، باش تجيكم هكذاك منفخه لداخل ومنبله. لازم نرقوها. شوفوا، يعني ما حبيتش نقطع الفيديو هكذا باش تشوفوا كيفاش راه يبان بلون دو طرافاي من تحت هكذا، خاصة الأطراف. نجيب الآن التكتوكة نتاعي، وتقدروا تعوضوها، يعني ديروا الطون، ديروا بطاطا مقلية تقليها وتحطيها. يعني الحشوة اختيارية كيما حبيتي احشيها. في هذه الساعة نكون شعلت الفرن. لازم الفرن يكون سخون في أعلى درجة، يعني ديريه الماكس ودخليها. كي تشوفيها بدات تتنفخ نقصيلها وخليها حتى حمار، وزيدي شعلي لها من الفوق.
نغلقها جيدا في الاطراف بهذا الشكل، شغل قرصيها يعني كما راكم تشوفوا، ونرفديها غير بالعقل لانه راهي رقيقه بزاف. نحطهم كامل في سنيوه كما راكم تشوفوا. هكذا راني نعاود معكم باش تشوفوا. الان بعد ما حشيتها نغلقها كما راكم تلاحظوا. يعني الطريقه راهي جد سهله، ورايحين تتحصلوا على نتيجه ولا اروع. وكل وحده جربتها اكيد رايحه يعني تعجبها. وحطوا لي هذاك اللايك يعني فضلا هكذا باش يطلع الفيديو تاعي. بعد ما حطيتهم في سنيوة رايحة ندهنهم كامل بحبة بيض من الفوق هكذا باش تحمر. هامليك بعد ما حمروا لي من تحت زدت شعلت لهم من الفوق. شوفوا كيفاش جو منبلين، جو ما شاء الله. والعجينه راهي خفيفه هايله كيما راكم تشوفوا، راهي فارغه لداخل. هاي ليك. واللي حبتها يعني تكون شويه خشينه ما ترققهاش يعني، لكن اختيار. انا الوصفه راني مديتها لك بهذه الطريقه. اتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم، ونقولكم الى اللقاء مع وصفات اخرى.